وبيتم الآن ردم جزء جديد من بحر أبو قير، مشروع ميناء أبو قير الجديد يا جماعة قدام حضراتكم أهو. أنا قلت برضك هاجي أصور من أرض الواقع فيديو آخر التطورات، فإن شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم. ياريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والمركب يا جماعة العملاقة قدام حضراتكم أهي بتردم البحر زي ما حضراتكم شايفين. خليكم معايا إن شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم، وهندخل الممشى السياحي وهنصور من داخل الممشى، وإن شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم. وطبعا يا جماعة ده مش أول فيديو نصوره في ميناء أبو قير الجديد، لأ يعني ده يمكن 7 8 فيديو أو 9 فيديو بنصوره في ميناء أبو قير الجديد. فإن شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. وزي أي مشاريع بيتم تنفيذها في الإسكندرية احنا بنصورها لحضراتكم، يعني كل فترة بنيجي نصور. وهنا ميناء أبو قير نفس النظام، كل فترة كل أسبوع برضه ولا حاجة بنيجي نصور فيديو لحضراتكم من أرض الواقع يا جماعة. وطبعا يا جماعة الناس طلعت من المية، يعني المصيفين طلعوا من المية عشان المية زي ما حضراتكم شايفين كده اتعكرت وكده بسبب الردم. بص المية عاملة ازاي، يعني خلاص ما ينفعش تنزل البحر هنا خلاص. طول ما الردم شغال كده يا جماعة تلاقي المية متعكرة هنا. بس يا جماعة فانا قلت اجي اصور فيديو من ارض الواقع واسيب حضراتكم بقى تعيشوا مع الفيديو والاجواء الطبيعية الجميلة دي. وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد. سلام، واشوف حضراتكم على خير.